يعني لو الميت مات يوم جمعة يبقى نصيبته سودة. يعني الميت لو مات يوم وقفة عرفات يا لهوي الله أعلم، يمكن ربنا يولع فيه بجاز وسخ، استغفر الله العظيم يا رب. تعالوا نتكلم النهاردة على الحسد. الحسد يا جدعان مطلعش في الفلوس والعربيات، واللي جايبه 7 صبيان واللي جايبه 9 صبيان واللي ولدت 5 صبيان في بطن واحده. لا 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 لا، ده احنا كنا فاكرين الحسد ده غلط. تمام. اول حاجه ان الحسد ده مذكور في القران وكلنا عارفين، يعني من ايام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما كانت السيده فاطمه والده ولدين ما شاء الله الحسن والحسين، كانوا ما شاء الله بقى انتوا عارفين. فجم 2 من جيرانهم عشان يباركوا لهم وكده، فالرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال لبنته شيلي يا فاطمه الولاد دول حطوا مكانهم حجرين. دخلوا الزوار وزاروهم والكلام ده، وبعد ما خرجوا لقوا كل حجر مقسوم 2. يعني الله اكبر، الحمد لله ان هم شالوا العيال. تمام. فمن هنا انذكر الحسد. تمام. تعالوا بقى نتكلم بقى على الحسد اللي موجود بقى كمنطقه شعبيه عندنا. لو واحد مات يوم جمعه بيتحسد، شفتوا بقى؟ احنا فاكرين لبس وعربيات، ده اللي بيموت بيتحسد يا جدع. ايه في ايه؟ مالكوا يا جدعان بتحسدوا الميت؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ولو ناس كتير بقى ماشية وراه يا بخت، كل دي ماشية وراه، كل دي ناس بتدعي له. لا حول ولا قوة الا بالله. ولو بيجروا ده طالع يجري قطر، ده شايف الجنة قدامه. انتوا شفتوه يا جدعان شايف الجنة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اغسلوا الحتة دي، اغسلوها صفوها. لا اله الا انت. لو راجل كبير يعني دخله قليل وطلع يشتغل، ده راجل عنده صحة كده، ده شغال يا عم وبيدخل فلوس، في ايه؟ حتى العجوز بتحسد على شغله، بدل ما تقولوا ده راجل كبير وبيتمرمط وكتر خيره. يعني بدل ما اولاده يقعدوه مثلا في البيت ويساعدوه ما يخلوش والدهم يتمرمط، اهو طلع بقى يمكن ما نعلمش عنده عيال ولا ما عندوش، ولا الحوارات دي كلها اللي احنا بنحكي فيها. تمام. فالحسد وصل لكل حاجه، الله اكبر. حتى لو ايه، ولو الواحد تعب ودوه ايه مستشفى، ما جاتش معاه المستشفى اللي هو فيها مثلا مستشفى عاديه، راح مودينه مستشفى خاصه، يسكتوا يقولوا ما يقولوش مثلا ربنا يعفى عنه ويشفوه الكلام ده كله؟ لا، ده معاهم فلوس على قلبهم قد كده. ده خد ابوهم من المستشفى الحكومي وودوه مستشفى خاصه. ده دكاتره على مستوى، ده مش عارفه حتى العيان الله اعلم هيقوم من رقدته ولا ما هيقومش، برضه نقته عليه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بجد احنا محتاجين ننظف قلوبنا الاول قبل عقولنا، لان العقل ده مش بيحسد، ده القلب الحاقد من جوه. فاتقوا الله، اتقوا الله في نفسكم. دايما بقول لكم الكلمه دي، لو انت اتقيت الله في نفسك او انت اتقيت الله في نفسك، اقسم بالله تتقي الله في الناس اللي حواليك. فربنا يا رب يرحمنا برحمته الواسعه، ويكفينا شر الناس الحقوده، الناس اللي مستكتره عليك حتى راحه البال. لو حد عايش في حاله فقير، او والله العظيم في حاله مختصر، بس الناس ما بيطلعش ما بيدخلش، ده الراجل ده عايش في حاله، ده يا بخته ده مشتري دماغه، يا بخته مشتري لا اله الا الله، يا بخته عشان قاعد في حاله كده ما بيتكلمش مع حد. طب انتوا عارفين هو اموره عامله ازاي؟ في ايه يا جدعان؟ في ايه؟ صلوا على سيدنا النبي شويه، بطلوا الحقد اللي انتوا فيه. يعني زي ما ده قاعد في حاله خليكوا في حالكم، خليكوا في حالكم، بدل ما نطلع ونخش من الشوارع ونلاقي بسم الله ما شاء الله بقى على الستات اللي قاعده لك بقى، لو جايبه كيس اسود عايزه تنط جوه الكيس وتعرف في ايه، عشان الكيس اسود بقى ما مبينش حاجه. عايزه تخش جوه الكيس كده ممكن توقفك تسالك سؤالين كده عشان برضو عينها تبرق شويه كده في الكيس، تحقق الكيس في ايه. يا رب يا رب ارحمنا. يعني لو الميت مات يوم جمعه يبقى نصيبته سودة. يعني الميت لو مات يوم وقفة عرفات يا لهوي الله أعلم، يمكن ربنا يولع فيه بجاز وسخ، استغفر الله العظيم يا رب. يا رب يا جماعة تكون رسالتي وصلت بجد والله العظيم. يا ريت نبطل حقد شوية، نبطل نبص على الناس، ما تعرفوش انت يا عم ما عندكش عربية، يمكن ربنا مديك حاجة يعني بدل العربية، هو مديله عربية بس في حاجة عندك انت مش عنده هو. ممكن تكون انت عندك صحة ومش عنده صحة، ممكن هو يكون عنده فلوس بس مش عنده عيال، انت عندك عيال. يعني بص سبحان الله، يا حاجه قصاد حاجه، خلي بالكم مفيش حاجه كامله. فنتقي ربنا ببعض،
ويا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم بجد، لان بجد انا تعبت والله العظيم، تعبت من الناس الحقوديه الحسوده، ام عين وحشه دي، ام عين صفرة، ام عين مقوره مدوره دي. اتقوا الله ونضفوا قلبكم شويه، نضفوا قلبكم شويه. زي ما قلت لكم، ممكن يكون هم عندهم فلوس بس ما عندهمش صحه زي اللي عندك. ممكن يكون هم عندهم عربيه بس ما عندهمش عيال زي اللي معاك. ممكن تكون انت عندك عيال وهو عنده عيال، بس هو عنده عيال مش عارف يربيهم، وانت مربي عيالك وبتقول ربنا. اه والله. يا رب ما اكونش بقى طولت عليكم، واكون يعني اتكلمت كلام يفيد الناس بجد. يا رب الفيديو برضه يكون عجبكم. ما تنسونيش في الاشتراك كده، ولايك حلو منكم، كومنت وتقولوا لي انتوا عندكم الحسدين شكلهم ايه، الحاسدين اللي بيحسدوكوا في ايه، بتسمعوا ايه عن الحسد. فربنا يعني يعزنا واياكم اجمعين يا رب العالمين، ويكفينا شر الحاقدين، يكفينا شر الحاقدين اللي بيضحكوا كده في الوش وما تعرفيش من وراهم ايه. تمام. يلا يا جدعان صلوا على سيدنا النبي في الكومنتات. دي ريتاج العبيطه طبعا، مش هحذف، تعبت اقسم بالله من الحذف والتصوير. تمام. صلوا على سيدنا النبي في الكومنتات، وما تنسوش اشتراك حلو زيكم، ولايك جميل منيكم، وكومنت عسل زيكم. يلا يا حلوين، السلام عليكم.